ما تحرمنيش منه، سيبوا سندي في الحياة بقى، الله يبارك لك. دي حاجه كبيره قوي، ما تحرمش منك. انا بصلي وعارفه ربنا، انا هدعي لك. ده انت لازم تبوس رجلها ليل ونهار يا محمد. وانا ماليش بركه الا هو يا سيدي. قضية من القضايا التي هزت المجتمع المصري عن بكرة أبيه ليست جريمة قتل عادية، بل جريمة بشعة فاقت كل الحدود، وجعلت كل من سمع أحداثها يندهش. فكيف لأخ أن يفعل ما فعله؟ وستعلمون من تلك الجريمة ألا تفرقوا بين أبنائكم في المعاملة، لأنها وبلا شك سوف تكون سببا لدمار حياتكم وأسركم. قصة جريمة حقيقية حدثت بمحافظة القليوبية بجمهورية مصر العربية. حدثت عام 2022 في يوم 21 من شهر أكتوبر عام 2021. وصل بلاغ إلى الشرطة يفيد بنشوب حريق هائل في أحد بيوت القرية. على الفور تحركت سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء إلى المكان. في الوقت نفسه كان الكثير من الأهالي قد احتشدوا حول العمارة المحترقة محاولين فتح بابها الذي كان مغلقا بجنزير، وبعد محاولات عديدة نجحوا في كسره وإخماد الحريق. عندما وصلت الشرطة تبين لها وجود امرأة مصابة بإصابات بالغة تستدعي نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة. هذه المرأة تدعى ودادة، كانت تعيش في البيت الذي شب فيه الحريق. نقلت وداد على الفور إلى المستشفى، حيث كانت تعاني من حروق من الدرجة الثانية في وجهها ورقبتها وكتفها الأيمن وذراعها الأيسر، أي أن نصف جسدها تقريبا قد تضرر من الحريق. وللأسف لم يتحمل جسدها ففارقت الحياة بعد يومين في المستشفى. لكن وداد لم تمت إلا بعد أن باحت للشرطة بسر لم يكن أحد يعرفه سواها، وهو السر الذي أعاد لها حقها في النهاية. وداد شابة تبلغ من العمر 25 سنة، كانت تعمل وتعيش في بيت بناه والدها بنفسه قبل أن يصاب بالسرطان ويتوفاه الله. كانت هذه العمارة مكونة من طابقين أو 3، والمهم أن الطابق العلوي كان من نصيب وداد ووالدتها، أما الطابق السفلي فقد كان يسكنه أخوها محمد مع زوجته وطفليه. شوية زعل يا باشا. حاضر. بقى ايه اللي حصل؟ شوية زعل، عمل اضطهادها ويجي يولع فيها شوف ببنزين. سبب الزعل ايه؟ كان على المراس عاوز له اكتب له ورث. كان عايز ايه؟ اكتب له الورث، وهو إيه؟ هو البيت باسمي وعايز اكتبه له يعني. كان عايز تكتبي له البيت باسمه. ايه. وكان طب وداد ايه بقى؟ إيه وداد ابوها كاتب لها شقة. كان والدها إيه؟ والدها ميت ولا؟ لا كان لسه موجود. يعني كتب لها شقة وهو عايش. وهو عايش. حاليا هو متوفي؟ ايوه متوفي بقاله 5 سنين. متوفي بقاله 5 سنين. فهو كان معترض. ايوه هو ما يعرفش. هو كتب لها شقة. ايوه ما عرفش الا بعدها. طيب عمل ايه بعدها بقى لما عرف؟ قبل وفاة الأب كتب الشقة العلوية لوداد وأمها خارج الميراث ليضمن لها مستقبلها، إلا أن أخاها لم يرضى بأن تكون الشقة باسمها، خصوصا وأنه يقيم في الشقة الأصغر. وعندما طلب منها أن ينتقل هو إلى الشقة العلوية وتنزل هي إلى السفلية، رفضت وداد قائلة: هذه شقتي وباسمي، فلماذا أتركها؟ ولهذا السبب نشأت مشاكل كبيرة بعد وفاة الأب بين وداد وأخيها محمد، الذي أراد تقسيم شقتها وفقا للشرع، لكنها رفضت أيضا. ومن كثرة ضغوطه عليها رفعت وداد عليه قضية نفقة أقاربه، وهو ما ألزمه بدفع 500 جنيه لها شهريا، ولكن محمدا لم يكن يدفع، فتراكمت عليه ديون بلغت 6000 جنيه، مما سبب له أزمة. وكما علمت من المصادر فإن زوجته لم تكن تهدئه، بل كانت تستفزه أكثر، وهذا ما زاد الكره في قلبه. وعلى الرغم من كل هذه المشاكل كانت وداد سعيدة وتجهز البيت الذي تقيم فيه مع والدتها.
فقد كانت مخطوبة لشاب من شباب القرية وقد عقد قرانهما، وكان من المقرر أن يكون زفافهما في شهر يناير من عام 2022 حتى يكون خطيبها الذي كان يعمل في السعودية آنذاك قد عاد ورتب أموره. لكن كل هذه الخطط تغيرت يوم الحادثة، ففي تمام الساعة 8 صباحا كانت وداد ترتدي ملابسها للذهاب إلى العمل كالعادة، حتى شمت فجأة رائحة اشتعال. خرجت بسرعة فرأت البيت يلتهب. خرجت من الشقة لتفر، لكنها وجدت في وجهها أخاها وزوجته. هل يعقل أن يكون هو الذي فعل ذلك؟ وقبل أن تفكر لثوان سكب محمد عليها البنزين فاشتعلت فيها النيران. كان منظرا صعبا حقا. بسبب صراخ ودادة تجمع كل من في الشارع عند باب العمارة، وظلوا يحاولون فتحه بأي طريقة. وفي هذه اللحظة نظرت الأم التي كانت على سطح البيت آنذاك إلى الشارع لترى ما يحدث. لم تكن قد لاحظت أن العمارة تشتعل أصلا، فلما أدركت ما يجري ورأت الناس يحاولون الدخول ولا يستطيعون، رمت إليهم نسخة من المفتاح. أخذه الجيران واستطاعوا فتح الباب، لكن بعد فوات الأوان، فقد التهمت النيران كل شيء وتفحم البيت بأكمله، حتى الجهاز الذي كانت وداد قد أعدته لزواجها قد ذهب هباء. شوية زعل كل يوم يعني نزعل مع بعض، والاخر هو مراته وزته راح مولع فيها لنا احنا يعني مراته ولا حضرته؟ ايه ده بيقولوا ان مراته هي اللي لا ما طفشت، رشت عليها ميه. ده بيقول ان مراته تقريبا لا يا لفت عليها ملايه. لا عشان تطفيها. رشت عليها ميه. ها؟ رشت عليها ميه من كتر الناس ما زود النار. ايه رشت عليها ميه بس ما طفتهاش. طلع لي زكريا من حضرتك. وبعدين بقى هي لسه بتقول يا ماما بطلع لها لقيته قدامي بالجركن البنزين. كنت انت فين ساعتها؟ فانا كنت في الشقه، هي نازله الشغل الصبح. يا رايحه شغلها ايوه عند محمود النبي. وإلى اللحظة التي أخبرت فيها وداد الشرطة أن أخاها هو الذي فعل ذلك. لكن حتى قبل أن تأمر الشرطة بالقبض عليه، سلم محمد نفسه واعترف بأنه قصد أن يفعل ذلك بأخته. وبعد أن أنهت الشرطة تحقيقاتها، سجن إلى أن تبدأ محاكمته. وفي المحاكمة سمح له القاضي بالكلام، فقال إنه وأباه كانا يعملان في الأردن وجمعا مالا لشراء أرض هنا، وبعد فترة اشتريا الأرض وبنيا العمارات. وعندما باعوا الشقة القديمة التي كانوا يسكنونها، لم يعطه الأب أي شيء، بل أبقى المال كله لابنته. وأضاف قائلا إن والدته هي المسيطرة في البيت، وهي التي أجبرته على تطليق زوجاته الأولى والثانية والثالثة والرابعة أيضا، وأنها السبب الأصلي لكل الخلافات، لأنها فضلت أخته عليه وساعدتها في القضية التي رفعتها، مع أنه لم يكن يريد شيئا من الشقة، بل كل ما أراده هو أن يتنازلوا عن القضايا، وليست قضية واحدة. فقد ذكر أن والدته رفعت عليه قضية زنا، وعندما أراد أن يأخذ زوجته ويرحل تاركا كل هذه المشاكل، ردت عليه والدته ردا غريبا، حيث قالت للوسطاء: لن أدعه يخرج من الدار، يجب أن يعيش هو وزوجته مذلولين تحت قدمي حتى أموت. ما تحرمنيش منه، سيبه سند في الحياة بقى، الله يبارك له. دي حاجة كبيرة قوي. ما تحرمش منك، أنا بصلي وعارفة ربنا أنا هدعي له. ده أنت لازم تبوس رجلها ليل ونهار يا محمد. وأنا ماليش بركة إلا هو يا سيدي، اللي راح خلاص. الحد بتاع إنقاذك النهارده جاية الست دي. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك له الله يبارك. انا ليا انا يبقى سيب لي انا شوف بها، الله يبارك له. سيب لي انا المحضه يابا، يكفيك شر المرض، روح يكفيك شر المرض. ومنذ تلك اللحظة الشيطان قد تلاعب بعقله حتى فعل ما فعله.
لقد أشعل النار في شقتها وفي العمارة، لكن عندما تحدث القاضي مع الأم قالت كلاما مختلفا. أشارت إلى أن زوجة ابنها هي من حرضته، وأنها لم تكن تعامله بسوء، وأن وداد لم تكن تعلم أصلا بما كتبه لها والدها في الوصية، وألقت باللوم كله على زوجته قائلة إنها هي التي حرضته عليهم. وفي النهاية قالت إن ابنها هو سندها في الحياة، وتنازلت عن الدعوى المدنية ضده. ثم قبل محمد رأسها وقدميها، وأخذت الأم تترجى القاضي ألا يحكم عليه بالإعدام. وفي 17 من يناير عام 2022 حكم عليه بالسجن المؤبد. وبعد صدور الحكم كانت الأم مستاءة، لأنها كانت تريده أن يخرج بعد بضع سنين. هو قتل أخته. وصراحة هذه القضية للأسف انتهت نهاية مأساوية. ماتت وداد، واحترقت الشقات، وسجن الأخ. لم يستفد أحد شيئا. كل ما حدث أنهم وصلوا إلى نهاية سيئة حقا.